وبعدين جاوب على الأسئلة. يا ليبو تسمع فيها؟ التوانسة عندهم مثل يقول لك اسرق وصدق، عرفته؟ اسرق وصدق، هو يخنب واعطاهم جماعة بنغازي، معناه هذا والله هذا من الشرفات. هذا خانب يا راجل، عرفته؟ خذ ولا خلي ولد فلان ولا ولد كعلان ولا ان شاء الله ولا يولي ولد بنقع، هذا خانب. هل تعتقد انك انت لما تخنب وتصدق منهم هذا معمرك شن دايرنا؟ يخنف فلوسنا يتصدق علينا بشوية. ايوه ايه يبي يبرر له ليبو، يعني كيف يا ليبو تبرر هذا الشيء؟ ايوه هذا امر ما يصيرش منا بكل. تفضل معاك المايك يا كان انا نبي، كان هذا حلال تو ان شاء الله نهدوا على بنكو نخنبوا منه 10 مليون ونتصدقوا لكم مليون وتسعة ناخذهم. اخوذ يا محسن وياخذ منصور بعدك على طول. منصور ما عليكش نقطة. عنده سؤال محسن ان شاء الله ما يطولش عليك. تفضل يا محسن. السلام عليكم. شكرا يا تغيير. لا مش سؤال، هو انا قلت بنوضح توضيح بسيط باش نطلع من قصة عمر الشيخي وهالقصة هذه كلها. هو يا منصور يعرف يا تغيير ان المصارف بصفة عامة يتبلص اول باول، يبلصوا اول باول. مشكلة عمر الشيخي جت في وقت ضغط يا منصور ويا تغيير، بداية منصور هو فاهم، جت في وقت حصار اقتصادي، يعني الدولة فاتحة عيونها هيك تقول في نجيل، وعارفين عمار الشيخي شنو يدير وكيف يوزع في الفلوس، وعارفين وتقريبا مطلوب منا انه يوزع فلوس يا تغيير لتخفيف الضغط، وعارفين ان الفلوس نحن هنا في وسط بنغازي عايشين وانا نشتغل في التخليص الجمركي وفاهم القصة وعارف التجار واللي حكى عليهم ليبو. يعني الدولة هذه مش مليونين 700 مليون في عهد معمر، وكانوا زمان حتى اللي عنده 10,000 يا تغيير يحطوه تحت الميكروسكوب، عرفت كيف؟ فاهمين نعمر وهذا مصرف ليبيا يعني يبلص اول باول، ومنصور عارف القصة، لكن هو بعلم الدولة يشتغل. يعني حتى لما حبسوه والله شالوه الجديدة غير يحطوه في فيلا وهلا يزوروا فيه وماشيين وجايين، يعني كيف ما نقولوا سرقة بأوراق قانونية، عرفت كيف؟ سرقة قانونية تحت غطاء مظلة الدولة، وفاهمين هالقصة وعارفينها. يعني بدليل ان يا اخويا تغيير ان عمر الشيخي هنا هال 700 مليون اقل حاجه الحره، يقول لك اول ما تزرب بيتها كيف ما قلت انت، اسرق وصدق كيف ما قالوا التوانسه. وفي مثل اخر ليبي يقول لك الحره اول ما تزرب بيتها. عمر الشيخي هنا والله حوشه عادي وسيارات عاديه وعيال عاديين حتى في عز الخنبه، صحيح يدوروا في الليالي في سهرات في حاجه، هذه قضيه بروحها، لكن كمستوى معيشته هو وعياله عادي. ليش لجلنا سرقه تحت انظار الدوله؟ الدوله هي اللي تطلب منا وهي اللي تقول له اعطي فلان واعطي علان واعطي هذاك كم مليار كم مليون واعطي هذاك كم مليون، ويجنا اوراق من فوق واوراق من تحت واوراق. مفهومه العمليه يا تغيير؟ ليش لازم الدوله كاينه تحت حصار؟ كدوله ما تقدرش تشتغل في الاستيراد والتصدير الا عن طريق التجار وعن طريق وهذا شعب بياكل بيشرب. فهذه العملية يا منصور انت عارفها ان المصرف ليبيا المركزي يعني اقل حاجة شهري يا سيدي، بلاش التبليص اليومي، التبليص الشهري انك انت تطلب من المصرف المركزي طرابلس بيقول لك جيب لنا فواتير ما قبل. فالعملية لكن تحت انظار الدولة، يعني عمار الشيخي يبزعق تحت انظار الدولة. هذه هي القصة بس اللي حبيت نوضحها، واخويا منصور توضح لكم اكثر بحكم شغلك جوال محاسبة. يلا المايك فري.
يا منصور الصوت طار، اني ادري ايش طلعت وخشيت ولا. هل محسن قايم يده وزربوط قايم يده، كان قايم يده قيموا يدك كل بعدين. وين منصور؟ وين يا منصور؟ تبي المايك يا زربوط؟ نحن خلي بنقع عليه. تبي المايك؟ شوي منصور صلح المايك غير دقيقة، بس دقيقة يا زربوط، دقيقة تنعطيك. يا منصور ما عندك الصوت تسمع فيها؟ كانك صلحت المايك اعطيني رقم 1 باي ما تعطلش يا زربوط بسرعة هاي، لان الدور اللي منصور. ما في صوت، مش عارف شو ندرت يا راجل، كان المايك يخدم عندك. زربوط يا ابني تعطيني رقم 1 كنت اسمع فيه. اوكي يا منصور، مش عارف شو ندرت للخيوط يا راجل، عندك مشكلة. اسمع فيه يا منصور، اعطيني رقم 1. اخود يا زربوط ما بين صلح هو خيوطه اهي، خود معاك دقيقة اهي. قلنا السلام عليكم يا منصور، راك خاشة بعضها عندك. غير اسمع هادي يا كمال، قال لك غدوة فشلوم وسوق الجمعة، فهمت؟ وجات الظهر بتتقلع كلها على بكرة به. قال لك تو كنت من ندوي مع واحد من فشلوم يا تغيير، فهمت؟ قال لي اليوم ما ريتو شيء، غدوة بنقيموها فوق روسنا، فهمت؟ يبوها ولا ما يبوهاش، أهم شيء ولا جليل. والله من بكري كنت في المربوعة كان يكلم فيا، عرفت؟ قبل نديرهم نقل مباشر، فهمت؟ يقطع الصوت. والله لا غدوة ان شاء الله بيقيموا فيها الاذان، خل تخش. انت فوضوي يا زربوط، انت فوضوي يا راجل، فكنا منك. وين منصور وين؟ تخش ببعضها بعدين احنا نحصلوا فيها، هي خاشة ببعضها تو نبي نحلها احنا، مش نزيد الظهر نشوف فيه مسكرين الطريق، شوف فيه بالصور كلها. ومنصور مشي، انا مشي والله يا حديث الا كويس وممتاز يا راجل، كنا نبو نزيد ونشتوها ولكن مشت الامور. مشي منا منصور، طلع بنشوف فيني، كان طلع اعطوني رقم 1 والله كان حد شافه. ما هناش. يلا يا جماعة مكسدين يا راجل، 100 واحد في الغرفة، اكتبوا لنا رقم 1 رقم 2. عليكم السلام بغس. حسونة تتنكي، وهل ديناصورات. هذا حسونة تتنكي كان خادم لمعمر القذافي، هو حسن بيك مع حسن بيك، وتولوا من مليونيرات طور 17 فبراير. ما في صوت. اوكي يا منصور خذ المايك، ان شاء الله صلحت المايك. هي يا منصور ما تمات صوت يا منصور. مش عارف صارت عليك مؤامرة، شن درت شن مسيت شن حطيت من خيوط زي ما كنت قبل ما شاء الله عليك. مش عارف شن مسيت خيط نحيت خيط. هاك جرب مرة ثانية. شد يا محسن، شد ما بين شيء. هاي لازم يطلع ويخش، مش يطلع ويخش، هو في حاجة مش. خذ يا محسن ما بين جانا. هاي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت حتى أنا والله انقطع عندي. لا يا تغيير، عارف السر وين السر؟ السر منصور بعد خش في فيلم قريف تقريف، عرفته؟ تغلق النفاز يشرق وحالته حاله والكمبيوتر عطل. شيل الله برجال الله يا سيدي، مرابط الراجل. خش فيلم قريف تقريف، مرابط. سبحان الله الراجل يا سيدي، راجل طيب ودموعه واجد عشان في منصور شكله. والله شوف يا تغيير، قصة الدنيا خاشة في بعضها، هذه ضروري من تمشكاية، هذه كيف الكارطة ضروري تمشكيها، ضروري تمشكى. وهذا كله أنا نقول خير من عند الله، ليميز الله الخبيث من الطيب، عرفتوا؟ تو المؤتمر الوطني هذا الناس كلها يقول لك هل تعبانين، هل مش عارف شنو، هل اللي ما يفكرش. لا بالعكس، أنا عندنا الحمد لله بانوا علينا في البداية، بانوا علينا في هالعام ونص 18 شهر هذه برنامج حقيقي لليبيا، بانوا علينا. بالعكس نفرحوا نحن لأنهم بانوا علينا على حقيقتهم، إنهم ما مش ناس متاعين دولة، فهمت كيف؟ فكلها خير. وأنا نقول لك هالتلخبيطة وهالتمشكاية هذه كلها ليميز الله الخبيث من الطيب، ويبين الناس ويفهموا الليبيين ويعرفوا صالحهم ومصلحتهم عند من، ويوعوا. أهم حاجة يوعوا وشغلوا هالربع كيلو اللي قاعد في هالقرلة. الربع كيلو ربي خلق الجنة والنار على سبها العقل اللي عندنا، هالربع كيلو. لولا هالربع كيلو راه ربي ما خلق الجنة والنار. ضروري نحن الليبيين نميزوا يا منصور، نميزوا الخبيث من الطيب، من الغث من السمين، ونعرفوا من اللي كبد على البلاد ومن اللي لا. وبانوا علينا الحمد لله، بانوا علينا في هالمؤتمر الوطني هذا المؤقت وهالحكومة وكل شيء يمشي. منصور وصل، حاضر يا سيدي، يلا ننزلوا أوامر. يلا المايك لك يا منصور، وقول شي لله يا سيدي المقريف. السلام عليكم. في صوت إن شاء الله كويس. أولا نبي نتكلم بالله الأخ ليبو، يعني أنا بالنسبة لعمر الشيخي قلت لك يا أخوي إن السيد هداي مسحوا فيه، والكلام اللي كنت أنت تقول فيه مهما كان هو كان ماسك الخزانة متاع بنغازي، وحنا راهو نسلسلوا في هالكلام هدايا. المصيبة الأكبر من هيك بعد هالدماء والتضحيات اللي صايرة، المليارات اللي الآن مليارات وليس 700 مليون. وبعدين يا أخوي ليبيا تتكلم بصفة وكأن صفة جهوية. أنا نتكلم على ليبيا بالكامل، أنا ما عنديش فرق ببنغازي ولا نكلم لك حتى بيتي كان أخوي في شيء بنقول لك عليه لكن انت وتتكلم ترى قول لنا ترى دير لنا ترى مش، وكأن العملية انا ما نحبهاش الاسلوب هدايا نهائي. الحقيقة سامحني اني نتكلم بحب ليبيا وليبيا بالكامل، اما ترى قول لنا اللي في طرابلس مخانة بطرابلس ولا في طرابلس، وكنا في فساد كامل احنا سواء طرابلس وبنغازي معايا اخي. فانا راهو في تصحيح تاني للمعلومة، انني لعلمك الخاص هذه حطها ما بين كل المستمعين اللي موجودين، والله ان شاء الله لن اتكلم ولن اندم اي شخص في ذمة المالية ان لم توجد عندي المستندات الدامغة في هذا. فاحنا مش جايين نكلم فيك شخص من شارع او جاي نتكلم سماعي بالودن، يعني أنا نتكلم فيك في مرارة. أنا الآن مضطرد لعلمك الخاص، أنا قتلي جايز، أنا وأسرتي خارج البلد، عندي يعني خوتي زوز، واحد 25 سنة في ألمانيا وواحد 30 سنة هاربين من الطاغية، والآن أنا اللي عشت الوحيد في خوتي في وسط البلد. الآن بحكم أني أنا طلعت حقائق الآن مهدد، أنا اللي بالقتل مهدد، أنا خارج البلد ومهدد بعد اكتشافي لأمور
أنا ممكن نحكي عليها بالتفاصيل، ولكن والله مرات أنت الأسلوب اللي خليتني توني، لأنني أصلا عندي يعني استياء كامل حتى من هالثورة هي الحقيقة، يعني بعد التضحيات هذه واللي نشوف فيه ممكن أنت ما تشوف شيء وتجي تقول لي بنغازي وطرابلس. يعني أنا ممكن هذا لأن بحكم أنا برا أنا ما كنتش نستخدم فيه البالتوك لعلمك الخاص، لكن نتيجة الظرف اللي صاير لي من الألم النفسي لأني أنا ضربت داخل مكتبي كسرت تكسير، أنا عايب الآن. أنا رجلي كنت نمشي عليها الآن نمشي نهكس على ضربت وسط مكتبي على خاطر 8 مليار نراجع في استثمارات خارجية يا سيد. تقول لي بنغازي وطرابلس، أنا لا بنغازي لا طرابلس، أنا نكلم فيك على ليبيا بالكامل. أنا هددت من مجلس انتقالي الوطني وهددت الحمد لله من ناس، وهذا الكلام اللي نقول لك فيه موثق، وأنا اليوم بس لي شهر ونص ولا شهرين نتكلم اليوم، لأن المحامي اللي أنا كلفته بعت لي المستندات متاعي وبعت لي كل التحقيقات اللي صارت في المحامي العام والنائب العام. لهذا السبب أنا أولا سعيد بأن الحمد لله ثبتت ونعرف الشخص اللي وراء هذه القضية بالرغم من محاولته لتشويه سمعتي، ولكن صوت الله والحق لابد أن يظهر مهما كان. فأنا عايب يا شيخ الآن، وأنا هددت بالقتل لأن نبي السلام عليكم. تسمعوا فيها؟ والله يا جماعة فهمتوا، احنا منبوش احنا جايبين منصور يبغى يدرس علينا ونبغى يوسع خاطره، منبوش ننكدوا عليه، عرفتوا؟ فماذا بينا معلش نكون شوية هيك راعوا حالته وان شاء الله ما اصابك يا منصور ان شاء الله في سبيل الوطن. حسيت بيك انك صادق انت وراجل ليبي حقاني، فهمتوا؟ مش عيب مش عيب ان الراجل عينه تدمع من القهر ومن الظلم. امر حتى اخوك تغيير راه عندي معلش يا منصور تيك تيزي، عرفته؟ الدنيا ولا الله اخوي الكريم، الدنيا ولا الله. صدقني طالما كنك انت تكون عبد الله المظلوم ولا تكون عبد الله الظالم، حتى ينوقع عليك الظلم فهذا فخر ليك. نعطيك المايك مرة تانية ولا خلي نعطي المنصور المايك مرة تانية؟ تفضل، كان جاهز تفضل. السلام عليكم. فاللي بنقول لك عليه معليش أنا بنكمل دوتي بنرد عليك، ولأني ما نحبش إن الموضوع تتكلم فيه هيك. أنا آمس إذا كان معليش لو سمحت يا سيد ليبو، لما الشخص يتكلم أرجوك رجاء خاص ملاحظة عليك أنك أنت يتركز في الكلام شنو نقول، سواء على مر الشيخ شنو قلت أو على السيد محمد فكرون. وانت للأسف الشديد امس رغم انه وضحت لك من هو هذا الشخص، ولما قلت لك ايه هو كان مدير إدارة المالية في راس نالوف، انتقل بعدها خريج ماجستير في الأردن، ذات أخلاق حسنة أنا نعرفه، وما قلت لكش لا خانب ولا غيره. ولكن لما كلمتك قلت لك في شهر 5 كان يشتغل، اللي انت مش عارفه انه هو كاتب عام باللجنة الشعبية العامة، الرجل الثاني معاه محمد أبو بكر مع البغدادي.
ولا شهر 5 كان يشتغل. إذا كانكم أنتوا، إحنا فتحنا موضوع عزل سياسي، إذا كانك أنت شخص ترضى بأشخاص كانت تشتغل ووصلوا لمناصب الكاتب العام، وقلت لك ووضحت لك يا سيد أن السيد البغدادي كانت من سياسته الحقيرة أنه يرجع للرجل الثاني وليس للرجل الأول لضرب الرجل الأول وهو الوزير. كان يستخدم في سياسة حقيرة يتبع فيها بضرب الرجل الأول بالرجل الثاني، يعني بدل لا يمشي لمحمود جبريل كان هو مش مدير مكتبه وليس سكرتير، وهو كان شاد منصب مدير عام، والرئيس متاع المجلس التطوير هو محمود جبريل، وصار اختلاف بيناتهم. استقطب البغدادي، بدأ يستقطب في فكرون ضد محمود جبريل في ذلك الوقت، وانا نعرفها القصة هذه، إلى أن تمت تعلية مراتبه إلى أن كان كاتب عام باللجنة الشعبية العامة للشؤون الاقتصادية. يعني كل مواردنا الاقتصادية كانت ملفاتها لغاية شهر 5 تحت يد هذا الرجل. وصندوق المال اللي نوضح لك فيه، هذه فيه قضية للأسف الشديد تعب فيها السيد علي الترهوني، وانا علي الترهوني واحد من الشخصيات اللي عندي عليه تحفظ غير عادي، لأنه هو رجل بصراحة شد المال والنفط، خدم خدمته، وبعدين طلع وخلي يخنبونا ويجوا يديروا لنا يخنبوا الفلوس، لأن الماني توكس، يعني الفلوس تو بتتكلم في الانتخابات، يخنب لنا فلوسنا وبعدين يجي يدير لنا لفتات ويزيننا ويضحك علينا، وكفانا ضحك وكفانا. خلي أنا نبي نوضح كل شيء، أنا والله بعت هالدنيا وطلعت من بلدي وطلعت مضروب. أنا ثالث عملية الآن ندير فيها، وانا كانت تبي ندرس لك تعال انت تعال دي اللي حل. انا ممكن لعلمك الخاص الان انا ندير في عمليات، وممكن عندي تمديد تاشيره، لكن والله نتوقع نفسي ممكن حتى نطلب لجوء والله، نقولها لك يعني، وبالراسل علي بعدين نعطيك كل ما عندي، لان الناس اللي جت وهددتني وضربتني فصت مكتبي وكسروا لي رجلي وجرجروني من الدور الثاني من الدرج وكسروني تكسير، والان انا عايب امام اولادي اللي كنت نطلع فيهم في 17 فبراير يقوموا في العلامات، فهمت؟ فللأسف الشديد ان شيء محزن انك انت يصيبك الظلم من ثورة انت كنت فرحان بها، فهمت يا اخي؟ فاللي بنقول لك عليه ان السيد محمد، قلت لك لما تكلمنا قلنا اي شخص اذا كان هو بيطلبه، قلت لك للأسف يا سيد ليبو ان اشخاص كانوا كاتب عام رجل تاني بعد بغدادي تحط الان ماسك رئيس مجلس ادارة سوق الاوراق المالية، بحكم معرفة محمد فكرون علاقته بالدكتور علي العيساوي في ذلك الوقت لما كان في المكتب التنفيذي، حطوا السيد محمد فكرون بتكليف من علي العيساوي، اصدر له تكليف هو وواحد اسمه الزواري خالد ولا بالقاسم الزواري اعتقد، هو في النفط، حطوهم ماسكين. ولاش حطوهم وقبل فترة التحرير؟ لأن صندوق الإنماء ليس 10 مليون يا أخي، 12 مليار تحته. صندوق الإنماء كان يسير من قبل المجرم عبد الرحمن كرفاخ، وهو مدير مكتب سيف الإسلام أو سيف الإسلام ولا الموسم تاعه ولا اللي هو، المهم هذا عبد الرحمن كرفاخ هو اللي كان يحرك في 12 مليار. و12 مليار هذه جزء كبير منها قريب 4 مليار موزعة عليه محافظ استثمارية وأسهم وغيرها. لما صار الحصار في ذلك الوقت في المجلس الوطني الانتقالي وفي بداية الثورة في شهر 4 و5 كانوا للأسف الشديد بدل لا يقدروا من أي دولة، وانا مانيش عارف حتى علاش لعبوا بهذه المبالغ، بالرغم أن يقولوا 3 مليار أعطوهم قطر وغيره وكذا، كلفوا، رغم أن السيد حامد الحضيري في ذلك الوقت قاعد قايم باعتبار هو اللي ماسك، ولكن نتيجة اعتراف فرنسا بالمجلس الوطني الانتقالي تم تكليف السيد محمد
بإدارة صندوق الماء، ودار مراسلة لفرنسا بحيث يسيلوا لنا محفظة. تصور شوف كيف يذبحوا فينا الفرنسيس ويذبحوا فينا الاتراك ويذبحوا فينا القطريين ويذبحوا فينا، وشعبنا قاعد في الفقر وفي البلاء وفي الهم. عندنا محفظة ب 300، نحدد لك المبلغ بالضبط اللي هو 350 مليون يورو في فرنسا. لما شو بيسحبوها قالوا لهم الفرنسيس إذا كانكم بتسحبوا هذه المحفظة راهو القيمة السوقية لهذه المحفظة راهو بنعطوها لكم ب 250 مليون. فالسيد علي الترهوني هذا ما اقترحه علي الترهوني فعلا، قرض مقابل المجمد. صح كلامك، وخسرنا فيها يا حبيبي 70 مليون في خبشة من علي الترهوني. 70 مليون انت ما كنتش المفروض خليت الواحد، وممكن تاخذ اي دين من اي دولة اللي تقولوا دولة الاصدقاء وغيرها وكذا، وانت اذا كانك انت غير محنك في ادارة الاموال، اذا انت ما قلنا احنا الفساد نوعين: فساد في اهدار المال العام لما انت تشد منصب دون دراية كيف تدير هذا الشيء، ولما تبدأ عندك نية السرقة والخبث السرقة الحقيقية. فهذا بالنسبة لي السيد اللي نحكي لك عليه، ولا عندي عليه قلت لك تحفظ. ولكن المشكلة ان لما تحط اشخاص على مناصب واماكن كبيرة واماكن استراتيجية وهم كانوا من الموالين، اذا انت شو اللي درته يا اخي؟ تبقى خليت امال هو يقعد وخلاص. تعلاش الجيج هذا غير الناس يعني شنو يحصلنا؟ ترى قول لي إذا كان هو نفس الشيء، الفقر قاعد والسرقة زادت أكبر من هيك، وتحط نفس الأشخاص. وللأسف الشديد وضحت لك أمس يا سيد، قلت لك راهو الوزير مش تركيز على الوزير فقط، اللي دايمين في الجهات هم الناس الموظفين واللي يشتغلوا مدراء إدارات، هو اللي يتم التركيز عليهم، لأن هم السوس وهم اللي يسيروا في دواليب هذه. لما حكيت لك امس على 1.2 مليار متاع الصحة، وقلت لك راهو كان السبب للي حطوه مسحوه، رغم انها هي عندها سبب رئيسي ان هي يكفي ان هي استمرت في الحمروش في كرسيها وعرفت البلاوي وعارفة وين موجود المفروض قدمت لهم استقالتهم، لان تقديم الاستقالة تعتبر وطنية وتوضيح للوطن وللشعب ان راهو ليه ما نمسكش بلاوي مش زيها هي ولا زقلام يطلعوا يتكلموا وفي نفس الوقت يستمروا في مناصبهم وفي الفساد يشوفوا فيه قدامهم ما يقدروش يديروا حل. 1.2 مليار تم توزيعها اسباب الفساد متاعها الخطأ الإداري اللي قام به ناجي بركات ومراجع غيث اللي هو وكيل وزارة المالية. فتحوا حسابات لأشخاص بحجة ان في بعض الدول لم يتم الاعتراف بليبيا، فداروا شخصيات معينة في كل الدول. معقولة يا راجل باش يغطوا عملية الفساد يطلعوا للبرازيل ويطلعوا لكندا ويطلعوا للهند ويطلعوا لليونان، يعني دول بدل تنحصر. قداش احنا 4000 جريح؟ قداش بيكون يا جريح؟ يعني 4000 احنا شهداء، ديرهم 4000 جريح، 4000 جريح توزعهم على كل العالم باش انت ادوات الرقابة تتشرتع بتبعت لجان ما عادش تقدر تعرف تبعت من هنا لوين وين كيف بتحصرها كيف بتديرها. يعني الناس اللي ماسكين الان هم دهاليس ودواليب الفساد السابقين لانهم مخضرمين في الفساد وليس اشخاص ذات خبرة بسيطة بخطة استراتيجية غير عادية. يعني لما انت تحط لي المليار، تو لما نسمعوا اي مواطن 1.2 مليار، 1.2 كان هي تحددت مثلا في المانيا، بريطانيا، مصر، تونس، الاردن، 6 دول تقدر حتى من ناحية الفحص والتدقيق وغيره وكذا توصل لكل السرقات هذه. لكن تمشي تعطي بحكم زي العهد لأشخاص وتحول لهم في حساباتهم من خزانة الدولة إلى حساباتهم الشخصية، وبعدين تقول نبي ندورهم ونبي نديرهم. يعني بصراحة أخطاء
فضيحة جدا، أموال هدرت بشيء لا يوصف. أنا يا سيد نحكي لك على مشكلتي الشخصية مع المجلس الوطني الانتقالي في البداية. لما جيت نفحص في بعض الهوتيلات للأسف اللي هي نفسها فيها فساد غير عادي. كل الناس يعتقدوا أن ريكسوس يتبع أو مشروع استثماري لتركيا، وهذا للأسف الشديد صندوق الماء أكبر جسر تمت عليه عمليات فضيحة جدا، لأن هذا الصندوق 12 مليار كان يدير زي ما وضحنا بإدارة سيف مباشرة عن طريق السيد عبد الرحمن كرفاخ وأخوه الحاج مختار كرفاخ اللي هو باني المؤسسة الوطنية للنفط. و12 مليار استخدمت في التعويضات للأمريكان، لأن بعض الأمريكان في قضية لوكربي كانوا غير موفقين، ما يبوش 10 مليون. في بعض منهم هذه مستندات رسمية وأكيدة، خدوا شخص واحد بدل لا يعطوه 10 مليون، لأن باش تمشي القضية أعطوه 50 مليون لشخص أمريكي واحد رفض أنه هو ياخذ 10 مليون. تفاوضوا معاه، وكان التفاوض كله من تتناكي، وتتناكي نفسه شخصيا محولين مبالغ، هو اللي كان وراء قضية لوكربي، وهم الأمريكان وغيره هم اللي رابطين تتناكي مع سيف مع كرفاخ لعملية الواحد. هذا ريكسوس يا سيد يعتبر فندق من صندوق الماء مبني ب113 مليون من عرق الفقراء اللي مسح 100 واللي سارقين 12 مليون، هم اللي ياخذوا في مرتبات لعضويات قريب 113 شركة تتبع صندوق الماء. لو تشبح الشخصيات اللي موجودين كأعضاء مجالس إدارة ومدراء عامون ولجان مراقبة ياخذوا في مبالغ رهيبة، في اللي توصل عضويته غير في صندوق الماء 10,000 و5,000 جنيه بدون مبالغة. يعني هذا غير عضوية يحضر في اجتماع واحد في الشهر. فتم بني السيد جد تعليمات من الطاغية في الحفلة اللي دارها في أفريقيا في القاعة متاع ريكسوس اللي في غابة النصر، تعليمات اللي طبعا أبو الأتراك اللي هو يعتبروا فيه رئيس دبيبة لما ينزل لأنقرة وينزل لتركيا راو ينزل يا أخوي بالبساط الأحمر، يعني رئيس دولة تحت 41 50 60 مليار، يعني بصفة دورية، يعني مبالغ تخش وتطلع. فقام ببني هذا الفندق، ويا ريت مبني على أسس صحيحة، بني في 8 شهور خدعة الأتراك داروه. لما فحصنا هذه الأمور وجينا أولا لمتابعة شركة الاستثمارات العقارية اللي كان على راسها واحد اسمه الأرناؤوطي من ضمن العصابة اللي موجودين من متاع ليبيا الغد. فلما جيت أنا نفحصوا في حاجتين. إذا كان عندكم علم تتذكروا في شخص اسمه حسن الصغير، هو العضو المجلس الوطني الانتقالي في الشاطئ أعتقد أو في واحدة من الأمكان، لما جوه التوار ونزلوه في فندق ريكسوس وطلعوا له في الفواتير في قناة العاصمة، وشدوه حصلوا عليه التوار لوطة وبدوا يطلعوا له في فواتيره. ناضوا احتجوا احتجاج كبير جدا السادة اللي هم أعضاء المجلس الوطني الركسوسي اللي يقيموا في ريكسوس. الزربوط العبيد هذا الأرناؤوطي هذا، علمك عندك علم خاص ان الأرناؤوطي هذا اللي ماسك تحته 2 مليار، عندك علم انا بعيوني شايف باسبورته انه هو مواليد النيجر يا اخي، ولد مدينة القديمة يدير في روحه، لكن هو مواليد النيجر لعلمك الخاص يعني. يا ليبو بحبحته وخشان على فساد طرابلس يا ليبو باي، وخشانة في المليارات، تسمع فيها يا ليبو ولا؟
شن وين وصلنا احنا؟ استغفر الله العظيم وخلاص. ريكسس هذا تكلفته 113 مليون. لما جو حسن الصغير اعترضوا اعضاء المجلس الوطني الانتقالي يمشوا لي مصلح بجليل وكيف ما كيف وغيره وكذا، ولكن صار الضغط من الثوار ان كيف ويسكنوا وحنيه، ولان مساكين هم متلوحين في التراب وفي البوابات ومش لاقين حتى خبزه ياكلوها، ويشوفوا في الجماعه خش واحد منهم من الثوار طلع لهم فاتوره في خلال شهر ونص 40,000 جنيه، يعني شيء رهيب جدا. يعني كانوا في ذلك الوقت كانوا الثوار الحقيقيين قاعدين موجودين يعني. فلما طلعوا الفواتير احتجوا اعضاء المجلس الانتقالي كلهم اللي موجودين في الفندق، فقاموا باحتجاج لمصلحة بجليل. ناض الثوار قالوا لهم شيء لازم احنا نطلعوا المخانب وهذا وكذا، مشي داروا لهم حل مصلحة بجليل، قالوا لهم باي يا سيدي وفي ديوان المحاسبة خلي نبلغوه بأنه هو يشوف هذه الفواتير وغيره وكذا وكذا وكذا. كلفتني وشخص تاني لمتابعة فندق ريكسس بالكامل. خشيت لي التكليف، مشيت لي صندوق الإنماء اللي مش عارفين حتى أعضاء المجلس الوطني الانتقالي إن الفندق يسحبوه في بعض منهم. أعضاء المجلس الوطني الانتقالي مش فاهمين كوحهم من بوحهم، واللي مش عارف كيف جابهم الزمن إن هم يكونوا أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، زي مش عارف كيف بعض الأشخاص الآن في المؤتمر الوطني العام كيف جابتهم الريح وقعمزوا في هالمكان اللي المفروض ما يكونوش، لأن المكان هذا المفروض ما يخشلاش إلا السياسي المحنك اللي هو فعلا عنده بعد نظر لدولة تحتاج زي ما تقول واحد يبني الحوش من جديد بسيط، لكن انت بلد تحتاج لصيانة من كل الثراكين، وتخش انت ما عندكش لا ذات خبرة ولا غيرها وتدعك وتخلي الناس اللي ممكن ترشحوا افضل منك، لكن انت بحكم ممكن عندك نوع معين وعندك فساد وعندك في راجل بعض اذا كانت تتذكروا في قبل الانتخابات في بعض المرشحين واللي الان في اعضاء المجلس الوطني الانتقالي يعطوا في امل للشعب بان هم بيغيروا في التعليم وان هم بيديروا بنية تحتية، وكأنه بيتكلموا كأنه بيصبحوا وزراء كأنهم جهات تنفيذية. لما خشوا المؤتمر هذا وانفهموا راهو توا فهموا ان هم ناس تشريعيين وناس رقابيين، ولكن للأسف للآن يتكولسوا ولا امس يقروا في قرار متاع اليوم لحد متاع الخارجية باش هم يزكوا في المادة 29. كان يفترض الشخص اللي ناض اعترض يقول كيف هنا يقولوا ان المجلس في مادة رقمها 29 اعتقد تنص من المجلس الوطني الانتقالي ان ليه الحق المؤتمر الوطني انه هو يعين السفراء. انا نرد عليه نقول له يا غبي، هذا البند داروه اعضاء المجلس الوطني الانتقالي باش عارفين مدتهم بتنتهي، داروا هذه النقطة لان برا شوفهم نقول له وين اين هم الان اعضاء المجلس الوطني الانتقالي منتشرين على السفارات، داروا البند هذوما باش هم يحللوا لنفسهم وداروا قرارات لروحهم وحطوا روحهم هنا هم اللي موجودين في السفارات. لكن انت من الخطأ جدا انك انت تشريعي وتخش في امر تنفيذي، لان من يحاسب من؟ لما انت تحط لي سفير وتعينه ومسرين وتحط لي سفير، لما يخطي هذا السفير هل بتحاسب نفسك؟ زي ما انت طلعت رئيس الوزراء من المؤتمر معناه انت نفس الشيء، هو زيد وهو عبيد. بدت زيدان مع المؤتمر الوطني ولدهم ونفس الشيء ما عاش فيه حتى بيحاسبوه بيتحشموا منه بحكم خلينا في الموضوع الأول. خشينا في الفحص. والله يا جماعة الخير قسما بالله العظيم لما قابلت الأتراك متاع الإيواء تعرفوا شنو يقولوا لي؟
على أعضاء المجلس الوطني الانتقالي اللي كانوا موجودين في ركسوس، يقولوا لما يبي يروح من الحجرة، يبي يطلع من يوم الخميس، واحد منهم سكرنا له الغرفة ما فيهاش حوايج، لما جاء طلب رقم نفس الرقم اعطيناه رقم تاني، قعد يسب فيهم في الريسبشن. من قال لكم مسوها؟ قال له حرام هذه تاخذ فلوس على، قال له شن دخلك فيها انت، نين بيها الحجرة؟ والله 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 يخلوا في الحجرات الا يعطوا فيها لاقاربهم ولغيره، ويسكنوا في ياكلوا ويشربوا غيره وسكن، وهو في يد المفتاح كأنه بديه واخد فيها كاف 7. وصلت الفواتير يا جماعة الخير إلى ملايين، وتم عرضها من قبل جريدة الشفافية، كانت تعرض فيها 17 فبراير اللي كان مسكها خالد الدرسي الله يفتح عليه من التوار الحقيقيين من البيضة، وكان المحرر متاعها اللي هو اعتقد عبد الحفيظ التاجوري او حاجه زي هيك، وهو حتى هو اعتقد يا من درنا يا من الجبهه، ما نركزش، او ممكن من البيضه. فعلي الترهوني 293 ألف فندق في كورنثيا، فاتورته 293 ألف. السيد هذا العلاقي بالحرس متاعه خاش في كورنثيا، رغم انه من اهل طرابلس 156، والحرس متاعه 39 ألف بشربهم وببلاهم وببلاويهم فسط كورنثيا. يعني توزعت الفواتير والبلاوي ما بين كورنثيا ملايين. لما نقول ملايين معناها تتجاوز راهو 5 مليون في ظرف ال4 شهور 5 شهور اللي هم رقدوا فيه ما بين كورنثيا وما بين الحرس متاعهم. ومدايرين جهاز حرس اسمه الحرس الوطني برئاسة ناصر غويلة، وهو أخوه عبد الحفيظ غوغا من أمه، وهو كان يعرفوه أهل بنغازي، يعرفوه أنه هو كان ماسك الأمن الداخلي في بنغازي. حتى الحرس الانتقالي هو اللي ماسك الحرس الوطني الخاص بأعضاء المجلس الوطني الانتقالي. لما خشوا علي في المكتب لي قريب أسبوع نفحص في المستندات، وعندي ملفي الشخصي فسط فواتيرهم وفسط تقارير خاصة بي بعمليني. هدوا علي يا شيخ الطهر هذا متاع المرج، والسيد خالد نصرات اللي هو من الزاوية اللي الآن ملحق العمالي في تركيا، قريب فوق 10 أنفار من أعضاء ومن جابك انت هني؟ قلت لهم رانيني مكلف. في ذلك الوقت احنا مازال ما طلعوناش البطاقات الجدد لأنه نندمج الجهاز. أنا بكشي طولت والله على الناس، في بالله عليك خذ اللي وراي، ممكن أنا حتى ممل الحديث هيك لشخص بروحي نقعد. فباه نكمل يا سيدي القصة هذه. يا راجل استرسل يا منصور، استرسل والله حديثك كله رائع وممتاز. طقيت في واحد يا راجل نعرفه، انما طقيت فيه انت وقفت. قول لنا عليه ابو النعسان هذا شندار لك، هذا بتاع تركيا، هذا نصرات صاحبكم هذا يا راجل. والله قسما بالله كان مدلك هنا في مانشستر، كان يدلك في فريق نادي البارون، المدلك بتاع الفريق. قبله كان تيك اواي، بعدين ولا مدلك، بعدين مشى للقائد هو والفريق، فهمتني، وخذاهم سيف. بعدين ولا عضو في المؤتمر الوطني، وديما نقول جليل واخد نصرات لسبب واحد بس، للتدليك يدلك في جليل، لنا يدلك مليح. ايه بالله يقول لي شندار لك المدلك هذا بالله. والله منصور عندك قصص، تعرف نقول لك حاجه، عندك شعبيه راه جات نامس اليوم. غرفه التغيير هذه فيها ديناصورات وفيها ناس تحميك بمشيئه الله. كلموني قالوا لي قول لي منصور احنا نوفروك الحمايه والدعم، وكان تبي اي شيء تفضل. راه مؤسسات مجتمع مدني نحكي لك عليها، مش اشخاص، مؤسسات مجتمع مدني، واكيد عندهم علاقه بالكتائب. فهمت يا منصور؟ والله لما نقول لك في الكلام هذا من الناس نعرفهم، توك انت تحكي هم يكتبوا لي. انا كتبتها لك على الويسبر، كنت لاحظتها، كتبت لك كلام على الويسبر، نقلت لك بعض الكلام كتبوه لي نقلته لك، من ضمن شفتها فاسترسل براحتك.
بين عليك عاطف يا راجل، غرفة التغيير كلها غرفة عواطف، فهمتوا؟ اللي عنده حاجة يجينا مسكين، خذ راحتك وتعالى كل يوم يا منصور نعطيك ساعة ساعة ونص، غير جيب لنا هالملفات هذه واحكي لنا على هالمخانب هذا. لا لا انا ما نحميش نفسي، غير يحمونا منصور. ما عظم غير تصحابك راه اخوك تغيير، حتى انا متقوي ونتكلم طلع عندي جيش يا باش ما يباع بالطول والعرض، عندي كتايب وعندي اصحابي وعندي ناسي. مرة شنو يا راجل طول في رجلي ومد في يدي، مرة شنو تصحابك؟ الحافظ ربي هو في الاخير، لكن كلنا توا عندنا سلاح. ايوه خذ يا منصور، والله غير كان تعرفت عليك يا منصور، والله راني وفرت الحماية قسما بالله اني كنت القائد متاعها، فهمتوا؟ هذا كان يخاف مني مزبوط يا راجل. هذا تعرف قعدت في بريطانيا 20 سنة ما يعرفش يتكلم انجليزي، يمشي للمستشفى يضحك انكس، يقول له خيرك شن فيك؟ هذا ديما نكت عليه، يقول له ماي هيد راند اباوت معناها راسه يدور راسه دايخ، فهمتوا؟ راسه دايخ، عرفتوا؟ زاد عليه مولود، وقف لهم في الريسبشن يقول له خيرك شن دبي شن فيه؟ يقول لهم فريش بيبي. شنو هو الفريش بيبي؟ قال لهم والله فريش بيبي هذا اللي عندي، فهمتوا؟ المراه معنا بتجيب، عرفت انت الشوجر فري، انا يبيعونا في حاجات من فوق يكتب لك عليها فري شوجر فري، يعني تاع فيها السكر. قالك يجي يقول لك والله يا بنغازي تضحك انت تعرف القصه هذه كلها، قالك يشري بضاعه ويجي اللي فوقها شوجر فري، قال لك يقول اعطيني كيلو سكر، تخيل هذا ولا عضو في المجلس الانتقالي وجاي خزرت في خونا منصور ضايق قسما بالله ما ندري عليه، فهمتوا كيف يوليك؟ تو قالوا حاطيننا في تركيا، تضحك يا نكس، تضحك صاحبنا زمان مما ولا مدلك ما عادش بديت نعرف انا. شديته مره يا خلينا نغير الجو شوي، شديته مره في التليفون كلمني، قلت له قولي الحق سيف يعطي فيكم في الفلوس نادي الماروني، قال لي بالله غير تغيير ما تقول لي حد، هو يكلم فيه واني على البلطوق، قلت له غير قول، قال لي والله يعطي فينا يا رجل، قلت له قال لكم يعطي فينا في فلوس طول فهمتوا؟ قال لي ما تقول لي حد، قال لي يعطي فينا فلوس، مشوا لحوش القايد وصوروا في حوش القايد يا ابراهيم، وصوروا غادي فهمتني، واعطوهم قراشات ورفعوا اولادهم، بعدين ركبوا الموجه ولا 17 فبراير ولا داروا لنا الجو، والله العظيم والله مدلك يا راجل، يولي عضو، بعدين تو حاطين رئيس مش عارف اللي يجيب العماله ويرفع العماله، صح علي ابو اليقظان، والله هو قبل اسمه ابو اليقظان، ديما نقول ابو النعسان انا لان ديما راقد هو هاخذ يا منصور، وان شاء الله ننهو بيك تاخذ حتى 20 دقيقه ثانيات، غير تعال لنا غدوه بكري، بارك الله فيك، ونبيك تاخذ راحتك، عرفتوا؟ بيك تشعر بانك انت ضيف ثقيل، كلامك كله لا يمل منه ممتاز، مش ما يباها، فهمتوا؟ تو احنا نقرموا فيه، لكن صدقني كان دار لك حاجه مش كويسه نوروه. تفضل يا منصور، ايش رايك نزيد شويه زواره نعطي منصور بعدين نعطيك، هاي خذ الماي. بارك الله فيك. هو الخلفيه هذه خديتها عليه بعد ما صار الصدام، هو في واحد عضو المؤتمر طبعا اللي صارت المشكلة، في واحد في الشؤون الإدارية معاهم في أعضاء المجلس الوطني الانتقالي كانوا مقاعمزين. أنا طبعا لما نمشي لعملي الصبح بكري مع 8:30 هم كانوا يفطروا في المشخشقات والفواكه والجو اللي في المطعم متاع ركسوس طبعا. فلما خشيت أنا لمكتبي على الصبح ومعي زميلي اللي معي العضو المكلف الثاني في مكتبي مقعمز ونفحص في المستندات وغيرها، خش علينا الطهر متاع المرج، في ممكن أكيد يعرفوا الطهر مني ونسيت أنا عنده لقب، كان في الخارج حتى هو كان البرة عضو مجلس الوطني متاع المرج، وخش علي خالد نصرات
وهو قبل لا يخش عليها لقينا للأسف الشديد السبب الرئيسي في الفساد في حجز الفنادق السيد مصطفى عبد الجليل مكلف الحريزي. محمد الحريزي هذا لا يفقه لا في الإدارة، وهذا يحاسب المفروض عليه إهدار المال العام نتيجة الرسائل اللي هو كان يدير فيها. محمد الحريزي اللي كان يدير فيها لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي، وأنه يحجز في غرف مفتوحة وكأنه يعطي في كل عضو، ليس في الفترة اللي موجود فيها في عمل فقط، ولكن لما يوجه في رسالة لمدير الإيواء في الفندق يوجه فيها لفلان، لخالد السايح، لفلان الفلاني، لفتح البعشة، لغوغة طبعا لعلمكم واخد جناح، يعني ما هوش غرفة متاع 400، جناح الرئاسي، فهمتوا؟ يعطي في رسائل مفتوحة. وللأسف اكتشفنا أن السيد الحريزي ولمين بالحاج هم نفسهم واخدين أسابيع متاع عسل، لأن مرهقين من الجبهات، هم شايبين طبعا وجايبين جوزاتهم وساكنين حتى هم في الفندق واخدين ايامات حلوة كلفت ما بين 30 إلى مبالغ بسيطة، يعني 30,000، ما وصلوش 60 و100 و200 زي الزملاء الآخرين. وهذا راهو الكلام اللي نقول لكم فيه إذا كانكم تفتحوا على صفحة حماية 17 فبراير جريدة الشفافية، وني الشخص اللي كتبت عليه جريدة البرنيق وتكلموا عليه ليبيا الأحرار لما قالوا تم إشهار سلاح من قبل أعضاء المجلس الوطني الانتقالي على عضو ديوان المحاسبة، وجو المجتمع المدني الوقت في ذلك الوقت حماية 17 فبراير وبعض الناس المخلصين هدوا عليه الركسوس وطلعت في الفيسبوك وداروا داروا لهم ضجة الداخل وأطلعوا وطلعوهم يوم ولا 2 وما تحشموش على وجوههم، وبعدين ولوا. وللأسف الشديد بعد فترة انسوا ومشوا نين طلعوا وطلعوا بفواتير مذهلة جدا. لما كتبنا نيت تقرير خشوا علي، وبعدين من نفرين من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بدو قريب فوق 10 أنفار متاع الزاوية متاع مش عارف مني متاع كذا. شندير هنا؟ قالوا لي إيه كيف شندير هنا؟ قلت لهم أنا راني عضو في ديوان المحاسبة مكلف من قبل رئيسي اللي مش جاي نلعب. معقول أنت من الأزلام؟ شماعة الأزلام هذاك التاو ماشية أمورها 100 اللي بيوصل فيهم في أمورهم يديروا سلم وانت تحارب فينا وإحنا التوار، وهم اللي رافعين كل راية التحرير. يهديكم الهادي راني ماني جاي من الشارع، راهو وين بطاقتي يا اخوان؟ راهو احنا جهاز انضم لبعضها، مازال ما صدرناش بطاقات. لكن عندي حاجة، تعالوا معي لمدير الفندق. مدير الفندق اسمه شكري، وكان في واحد زنتاني يسمع لي ضوء اقسم بالله طوله منكم ما يتجوزش 100 رواش. تعرف هذا حط مدير الفندق فصل كوفينو ويخافوا منا كلهم أعضاء المجلس الانتقالي، ويخش بمسدسة فصل الفندق ركسس ولا واحد يقدر يتكلم معه. وشاب صغير الله يكنور، انت عارف الوضع ما دام قلت لي شاب صغير باهي. هذا قصة بروحها، هذا دهاليس ركسس راهو قصة. ركسس هذا المفروض كان فيه كاتب جميل جدا يحكي عليه أشياء خطيرة وكبيرة جدا صارت فيه أحداثيات غير عادي، وفي ناس راهو توثق وتكتب وغيره وكذا. فالمهم غير نديق قلت لهم راهو يا اخوان انا عندي تكليف رسمي، فهمتوا؟ اي احمد منصور شاهد على العصر والله اني بيني وبينك، لاني في الحلقه الاخيره اني اصلا انا بيني وبينك ما عادش ننفع اني نكون عضو ديوان. ليش وعلاش نقول حتى في المعلومات هذه؟ لان عضو ديوان المحاسبه الحقيقي غرني، لان فتره الثوره المفروض يكتم المعلومات اللي يفحص فيها، لانني خلاص لما عرفتها ان هي كلها لا عاد ينفع فيهم كتيبه ولا عاد ينفع فيهم واحد.
أنا أقل ما فيه ممكن في الغرفة هذه ولا الغرفة اللي كذا في ناس وطنية أو اسمعوا ما يحدث، وممكن في منكم نشط في مجتمع مدني. أقل شيء أنا نقول لكم فرق في كلام راهو مش كلام شارع ولكن كلام موثق والله بمستندات، ونوريكم إن راهو في ناس مش أنا ممكن أقلهم، ناس أكثر مني في وطنيتهم، ولكن للأسف الشديد حوربنا وكسرونا وطلعوا علينا مسدسات باش نكتموا، وباش القلم اللي بيكتب وبيدينهم وبيصور لهم المستندات يقطعوا دابره. وفعلا هم نجحوا في هذا وفشلوا الجهاز بالكامل، بحيث ان ما عادش في حد يقدر يطلب اي مستندات من الاعمال اللي صارت لي. بعد ما صار لي الموضوع هذا صار لي موضوع اخطر وهو في الاستثمارات، وسوف نلتقي في الحلقة القادمة لسرد واقعة أخطر من هذه الواقعة. هذه أول واقعة صارت، جو المجتمع المدني هدوا عليه فندق ريكسوس وداروا لهم، ولكن لا حياة لمن تنادي. تعرف شنو يقولوا لي لما خشوا علي هم؟ قلت له شنو تبي بالضبط؟ بطاقة ما عنديش، عندي حل لكم. قالوا لي شنو هو؟ قلت لهم تعالوا معي لمدير الفندق، أنا راني جايب له تكليف، وأنا راه مكلف من الديوان إلى صندوق الماء، وراه الفندق هذا يتبع صندوق الماء. في ناس للأسف الشديد هم غير شوفه يمثل مجلس وطني انتقالي. شو معناه يا أخوان؟ معناه يتكلم على سياسة ليبيا بالكامل، يعني المفروض يكون دماغه دنجر يفهم حتى شن هي طبيعة واحد. شن قال لي تصور منهم يقول لي اسمع الديوان تبعنا احنا واحنا نقدروا للزوق، وانت شدير انا قلت له تلزني، وانا يا اخوي راهو كمان انا حتى انا ما نفتش والله ما كلمتي ما والله لان لو اجتمعت الناس جميعا على والله ما مضريني الا باذنه هو، وما نخاف الا من الله. لكن الله غالب. وصلت فيا في عمليه اني لقيت ناس لما تموت برصاصة قبل ممكن يخلوك تكتب، تو ما يخسروش فيك رصاصة ب10 قروش، يقولوا لك طق. أقل ما فيه الآن أنا نأدي في واجب أنا البرة وصح طالع ومضطهد وعمليات وتكسرت وغيره وكذا، لكن قاعد نكتب بأسماء حتى ممكن تانية، وانا نتواصل مع ناس شرفاء من ضمنهم نتكلم عن الأخ جمال في السكايبي، وفي بعض الناشطين عندي علاقة بهم، وفي أنا بمستنداتي وبأموري ببرنامجي وهلبة زي إن هم ماسكين كل الأمور الحمد لله. أنا الخوف مش من الاختلاسات، الخوف من عملية اللعبة الكبيرة متاع الدول الكبيرة في احتواء ليبيا بالكامل بتدعيمها للناس الأولى. فلما خشيت لمدير الفندق كلمته قلت له معليش اعطيني التكليف لو سمحت صورة لان ما عنديش، خلي نوريها لهم. لما عرفوا الوضع حقيقي زميلي وراي يقول له تفضل، يقول لي واحد منهم من اعضاء المجلس الانتقالي تفضل لمدير الفندق نعطيه. ما تقول ليش تفضل، داروا حركة لما عرفوا ان عندنا في تكليف. جاء وريت لهم التكليف هيك من بعيد، جيت طالع من الممر لمت المستندات متاعي، نحكي لكم تو بالتفصيل ماذا حدث وكيف طلعوا علي وشهروا علي المسدس، ومن شخص قالوا لي كان يخدم والله إلا في القيادة. وتعرفوه انتوا للآن قاعد نابت في المقريف، وممكن اسمه محمود القمودي من الزاوية يلبس في نظارات 24 ساعة كان وراه مصطفى عبد الجليل، والآن وراه محمد المقريف، وقاعد وهو هذا اللي اعطوه الامر اعضاء المجلس الانتقالي بسحب المسدس. لما جيت طالع انا قالوا لي وين ماشي؟ قلت لهم اسمع نقول لكم كلمتين، وتعرف هذا كله قدام الريسبشن اللي يعرف فندق روكسس، قدام الريسبشن متاع ريكسوس. أنا كيف طالع من مكتبي لأن الريسبشن وراه بالضبط في ممر في مكاتب اللي مكتبي أنا موجود فيه ونفحص فيه. لمدت مستنداتي وحطيتهم تحت باطي ملفي، وقلت لهم إذا كانكم أنتم ما عندكمش قناعة بهذا التكليف، أنا قلت لكم أنا من أنا، وإذا كانت تبوا تجوني تفضلوا في الديوان وأنا بنطلع في الأجواء هذه، تعالوا نتفاهموا غادي أو في رئيس ديوان.
واحنا الديوان فعلا نتبعه للمجلس الوطني الانتقالي، والان نتبعه للمؤتمر الوطني، لان احنا الديوان طبيعته ما يتبعش رئيس الوزراء فوق رئيس الوزراء، باعتبار احنا جهه رقابيه. لما جيت انا طالع تقول لي والله منك طالع، انت من الاسلام، انت من كذا. قلت له انا من الاسلام يا راجل، احترم نفسك. انا راهو حتى الدم شهداء عندنا فيها الدولية، انا راهو كذا كذا كذا. يمشي يأشروا للسيد محمود قسما بالله يا جماعة الخير هذاك التو انهرت وما عاد نشوف فيها الا سوداء. يمشي يقولوا لمحمود القمودي يعطوه إشارة جبد السلاح، يجوني زوز يجبدوا مني ملف المستندات الخاصة متاعي بالقوة، ويجبدوني الزوز، يشدوني يطيحوني، ويجبد هذاك المسدس، يشهر المسدس عليا، وياخدوا الملف متاعي بالمستندات. وبديت أنا ما عادش شديت نفسي، وبديت انهرت، بديت نعيط لهم في وسط هذيك الفندق، تعالوا وين في أي صحافي يشوف ماذا يفعلون هيك باللغة العربية الفصحى، شن يديروا هذا، ماذا يفعلون أعضاء المجلس الوطني الانتقالي اللي واثق فيهم الليبيين واللي كذا، يتهجموا على عضو ديوان المحاسبة ويسحبوا سلاح وجبدوا مني مستنداتي بقوة السلاح. والحمد لله في أشراف كانوا من الثوار موجودين، واحد منهم كان في بريطانيا أكيد ممكن بكشي تعرف اسمه عبد الرحمن، أنا اللقبة ما يحضرنيش، ممكن كمال، كان عبد الرحمن طويل هيك وراجل ما شاء الله، وكتبوا مذكرة ما شاهدوه. أنا لقبة نسيتها تو نجيبه لك يوم تاني يا كمال. باهي كان مقيم في بريطانيا واخذ إنجليزية أعتقد، وراجل فاضل جدا يعني، وهو اللي ماسك أمن فندق ريكسوس اللي هو تابع الثوار. وكتبوا محدد يوسف حي دمشق مع ولد الآخر هو ومحمد الكماشي، وموظفين أشراف منهم من مصراتة وغيره وكذا، موظفين بس الفندق. قالوا لي والله ما جوني إلا بروحهم، قالوا لي تفضل هذه مذكرة احنا اللي شاهدناه بنقولوه وراه، لأن ناقمين عليهم انتقام غير عادي. نضرب مذكرة، يجيني السيد مش صلاح محمد الكماشي بتشيخوه اعتقد صلاح، يجيني السيد فتحي تربل خش في الموضوع، لقاني كيف اللعلة اطبطني. هو كان في ذلك الوقت وزير الشباب والرياضة فتحي تربل، غير اهدى غير مش قلت له كيف نادى توصلوا في شخصي تجبدوا ملفي بقوة السلاح، قال لي غرض، قلت له ما نهداش، يمشوا ياخذوا الملف يطلعوا به للمكتب متاع السيد هذا محمود القمودي. وانا قعدت انهارت. عندي زميلي هذاك ما عنداش انا عصبي هيك طبيعتي شويه، ولكن هذاك مشيت طول خذي بعضه، دار تلفون لرئيس الديوان، كلم مدير مكتبه قال له حولنا، راه احنا في مشكله كبيره. يمشي رئيس الديوان يكلم السيد مصطفى عبد الجليل، شو وصلتهم المعلومه غادي في الاوتيل، بدوا يهدوا معاي غير خيرك غير كذاب. تغيرت الدسكه بعد قريب 10 ربع ساعه، تغيرت الدسكه متاعي لما عرفوا ان هذا يا اخوي راهو انتم مش قلتوا حسنا الصغير وجوكم توا، راهو جابوا لكم ناس من ديوان المحاسبه بتفحص عليكم وبتشوف. وقالوا لي شنو علاقتك انت بالاتراك؟ يا جماعه راهو الفندق هدايا فيه بلوى كبيره غير حتى سكنكم انتم، ما فيش صوت ولا كيف؟ ايوه غير سكنكم انتم. انا راني مش جاي ندور فيكم، فعلا نفحص في مصاريفكم. عبد الرحمن الزايدي الله يحفظ عليك، الله يحفظك، اللحية شايب طويل، عبد الرحمن زايدي صح عليك، هو الاخبار رايح مني، فهمتوا؟ المهم يهديكم الهادي، راوني شخص مش مكلف لغرض حتى ضبط مصاريفكم انتم فقط، راوني جاي لتقييم هذه الاستثمارات. راو في خدعة غير عادية قائمة للآن. السيد علي دبيبة جاب الأتراك هدوما يبنوا لنا الخرابة متاع فندق ريكسوس وصالة الاجتماعات هدية في ظرف 8 شهور، مبنية على أسس كلها ديكوريشن، مش بني متين متاع سنوات. وحتى تتأكدوا من الكلام هدايا بعد وقت من الزمن حتى تلقوه كيف
حينهار، لان عندهم في الديكوريشن متاع الخدمه الاتراك فنانين فيه. وشنو يدار عليه دبيبه؟ مشي بعد ما بنيه هو اللي جاب ريكسوس، لان عندهم سلسله من الفنادق واعطوه العلامه لهذا الفندق لريكسوس، ولكن اعطاهم ميزه لا تستحق، لان فيها اموالنا احنا وفلوسنا تسرق من الاتراك. لهذا السبب نقول لكم لو هذا الرجل المقريف يفهم بان الاتراك ومشاريع الاتراك في ليبيا اكبر دولة ناهبة ليبيا في مشاريعنا هم الاتراك. شنو يدير لهم السيد هذا علي دبيبة؟ لان علي دبيبة يحرك في دولة علي دبيبة، لما يكلم حامد الحضيري ويكلم عبد الرحمن قرفاط وهم هذو كلهم عصابة واحدة. قال لهم طبعا في قانون الاستثمار انت لما تعطي اعفاء من الضرائب والجمارك، ما معنى الاعفاء في قانون هيئة الاستثمار؟ انك انت تجي نعطوك احنا كدولة ارض ونقولوا لك ان الارض هدية بعد 25 سنة المبنى اللي انت تبي تبنيه يبدأ ملك للدولة الليبية زي ما يفعلوا التوانسة. ولكن احنا شو بنديروا لك من ميزة؟ بنعفوك باعتبارك انت في 20 سنة ترد المبنى وترد الايرادات متاعها بالكامل. احنا شو بنديروا لك؟ بنعفوك من الضرائب وبنعفوك من الجمارك. الاتراك هذوما مستخدمين، لان الفندق من بنيه صندوق للماء، عندي كل ما انت اكثر مما تتصور من المستندات وكل شيء عندهم، ولكن للاسف لا حياة لمن تنادي. ما يبوش اصلا من يكتب حتى على المال العام لعلمك الخاص يا سيد دازا ولا جاجا. ايوه. فشنو يدير لهم السيد علي دبيبة ومستمرين لهذه اللحظة؟ هم في الحالة هي الاتراك اللي يشتغلوا هم ناس مستخدمين وليس مستثمرين. المستثمر زي ما فهمنا هو اللي يبني الشيء وانت تعطيه هذه الميزة، لكن للأسف الشديد الاتراك مش بانيين هذا الشيء وعاطينهم ميزة اعفاء من الضرائب واعفاء من الجمارك ولا حسيب ولا رقيب. ومنين ياخذوا في ايراداتهم؟ ترى في نهاية السنة في الحساب الختامي متاعهم لما تقفل الميزانية في 31/12 اللي بيين يتحملوا كافة المصاريف، والاتراك اللي هي ريكسوس تاخذ نسبتها من الايرادات ولا علاقتها باي مصاريف. يعني الاتراك لقينا النظاف التركي ياخذ في 1000 جنيه والنظافات الليبيات ياخذوا في 500 دينار. والله العظيم $1000 ياخذوا فيه نظافات الاتراك، والمصاريف تحسب علينا يذبحوا فينا من كل الجهات. هذا ريكسوس. لما صارت الضجة وسحبوا ملفي وجاء اللي هدى الامور هو تربل، فتحي تربل، كان في ذلك الوقت وزير التربية والتعليم. يهديك الهادي اهدي ما اهدى، قلت له والله ماني هادي لين تجيب لي ملفي. ولما صرت لهم لما زميلي وصلت له الرسالة بدو يهدوا في الموضوع، والله العظيم جابوا لي الملف وناقص من المستندات، يعتقدوا بأن كل المستندات موجودة في الملفات، واحنا من العادة دائما تتوقع لسرقة لغيره كذا، ديما شغلنا ان الكوبي ديما موجود في 3 نسخ. لما تصور الورقة تحط 3 نسخ، هذا من طبيعة شغلنا باعتبار للضياع للإتلاف لغيره، تلقى واحدة في فلاش واحدة في غيره واحدة في كذا، بحكم هذه أساليب التخزين وأساليب الأدلة. لأن عندما تتكلم على أي شيء يتكلم ببراهين وبمستندات يتصمت. فهذه كانت سلاحنا الحقيقة، لأن لا يمكن أنك أنت تظلم أي شخص إن لم يوجد لديك الدلائل والمستندات. يمشي فتحي تربل يهديك الهادي قال لي غير استنى شوية، مشي جاب لي بعد ما جاهم تلفون بعد نص ساعة هدوني ومية وغيره وكذا ومش عارف شني، وجبدت ملف سلاح مش سهلة، يعني سلاح منين؟ بأمر من أعضاء مجلس الوطني الانتقالي. وأنا بنرفع قضية لأن للأسف حتى رئيس الديوان، لهذا السبب أنا قلت لك تشكشكت كلها مع بعضها إن هم كلهم مندلين من أجل الكرسي. كان يجب إن هو يحمي أعضاءه ويقول لا وهذا كيف ومش عارف، وكبر المفروض الموضوع، لكن نتيجة قرار نقله في ايدهم هم صمت وسكت. ويمشي يجيب لي فتحي تربل الملف، وبعد ما نفحص عليه الملف نلقى بعض المستندات غير موجودة. امتى نلقاها؟ لان الوقت هذاك انا في حالة الغضب خديت الملف دون الفحص متاعه. لما روحت لبيتي وهديت وقعدت نفحص لقيتها. مشيت ثاني يوم
كلمت الرئيس، تعرفوا شنو يقول لي؟ يقول لي بالله برا تصرف معاهم وهدي الموضوع. وانت قلت له ايه؟ قلت كلام تعالوا يا صحفيين، انت شنو تستهين بعمليه اني يجبدوا علي سلاح؟ تقول لي تكلمت وقلت لهم وينكم وتعالوا يا صحفيين تفرجوا. قلت هذا الكلام كله وبر وثقوه وحطوا كلامي هنا في ميزان وحطوا السلاح اللي نشر علي في ميزان وخليه يحاسبوني ويحاكموني. قال لي باقي غير برا هدي. والله خشيت ثاني يوم هذا مشيت نلقى في فتحي تربل يفطر في وسط الفندق. ششرت له بيدي هيك لان اعرف وزير ولا عاد فيه وزير لانه سراق. قلت له بيدي هيك، قلت له تعالى بالله. جاني قلت له اسمع عندك كلمتين انا راه بايعها. قلت له والله العظيم، قلت له ماضغه ومنزله. قلت له والله ما مدور واحد راه. قلت له عندك حاجتين، يا تجيبوا لي الاوراق اللي كانوا في الملف السيد هذا اللي متاعكم اللي خداه، يا راني ني والله لما نطلع في الاعلام ولا ما نشهر بالموضوع ولا ما نفتح الدنيا كلها ولا عاد يهمني في رئيس ديوان ولا عاد يهمني في الديوان. يا تجيبوا لي اوراقيين. قسما بالله قعد يهدي فيا، ما قعدش وهذا راهو بشهود وبناس موجوده معاي باش تثبت عليهم سرقه مستنداتي. يمشي وفتحي تربل اكيد حيعترف بهذا الكلام يوم التحقيق. يمشي يجري للمكتب متاع الحرس متاع التوري متاع غوغا وخو غوغا ومحمود القمودي. بعد ربع ساعة قال لي غير اهدى واحد وكذا. بعد 10 دقائق ولا ربع ساعة تورا يجيني فتحي تربل بالمستندات اللي جايبينها من ملفي. قال لي بالله اتأكد منهم هم هادوا يا اخوي عبد الرحمن. قلت له ايه هاي تفضل هم هادوا هاك. شكرا. قلت له بارك الله فيك. ندير مذكرة وقدمتها للسيد رئيس الديوان ولا حياة لمن دنادي. ولكن بالرغم من هذا كله انتقلت طول لريدسون بلو. لقيت ريدسون بلو ريكسوس اهون من ريدسون بلو. ريدسون بلو احرف. ريدسون بلو لقيت فيه كارثه. لقيت فيه الناس من البدايه. احنا ما هو الخبره العمليه اللي موجوده عندنا في عمليه الرقابه يعني نكشفوا ببعض المواضيع بسرعه. يعني لقينا تصور الناس اللي تحرس في وسط الفندق عاطينهم الدور الرابع شباب من التواري يخلص فيهم التركي اللي ماسك. طبعا ريدسون بلو اتراك، وريدسون بلو قصته هذه شركه سوما جايبها سيف لان صاحبته كانت تشتغل في شركه سوما عندها بها علاقه سيف واخده برج ما برج مش عارف شنو الدور الخامس. صح عليك والله ظابط الجو. 100 معناه اللي موجودين هنا فاهمين الامور. يعطوا فيهم في فلوس ومرقدينهم شباب مساكين. في اللي نعرفهم، في اللي في طريق السور وفي اللي في سيد خليفه وفي اللي في شارع الزاويه مساكين في حياش متاعها اللي لما يكح في الحمام يسمع فيه جاره يحطها في فندق في حجره فسطها قدام البحر. هذا يبيع البلاد يوقع عليها كلها. فهمت؟ والدور الثامن حاطين المخابرات الانجليزيه. ولما مشيت نفحص في المستندات لقيت بلاوي ولقيت تصوير من الاتراك وعندي دلائل ان 750,000 زايدينهم على الحكومه. وكتبت تقرير وراه بدليل وشديت اعتراف رسمي من مدير الفندق. خديت منه ورقه رسميه انه هو فعلا زور وانه هو يتاسف وبدا يكتب وحنا التوار وحنا مش عارف شيء. 750,000 سوري مش مليون. مش مليون سوري 750 مليون. يعني لأن كل العملية بالملايين لكن هو فعلا بارك الله فيك 750,000. واكتشفت هذا الاختلاس وأعطيته. ولكن عندي مستنداتي ومستنداتي طبعا ما عادش في حوشي لأن بديت أنا كل الاحتمالات واردة في كل الأماكن. بديت مطارد من جميع النواحي. ما قبل الثورة عندي مستندات وما بعد الثورة عندي مستندات. وباعوا للي قبل الثورة جبته لهم للمجلس وللديوان باعوني واللي بعدها حتى هم انبعنا في الموضوع. لأن أصلا فترة هي فترة ما فيهاش دستور يبوا يسرقوا باش بعدين يجونا
يكونون لنا الحسابات ويديرون لنا الطبلات الجميلة بفلوسنا، وانتخبوا فلان والقراويط والبدالي والفخامة ويبدو يبشبشوا على الفقراء متاع طريق الصور ومتاع سيد خليفة ومتاع شارع الزاوية وتعالوا انتخبونا وهم خامبيننا ونبدو احنا تصويت، ويبدو يدربكوا بخور وانتخابات وجو، احنا مضحوك علينا وجابدين من تحتنا البساط ويلعبوا فينا الدئابة والثعابين، واحنا ما نندروا على شيء وما يندروا على شيء. الناس البسيطة اللي زي ما قال خونا محسن ما يجروا على قوت، اياماتهم غبرة سواء في ايامات الأغبر واياماتهم سودة في الايامات اللي موجودين فيها الآن. لا عندي أكثر من نسخة والله، مستعد بحكم مهنتي، فاهم شغلي مضبوط والحمد لله، بارك الله فيك على النصيحة، ولكن أنا عندي ما يثبت هذا الكلام. فنكمل لكم لما خشيت، طبعا القضية هي رقد عليها، ولكن أنا ما بيتش نتهاون في عملي ومشيت انتقلت، والدوة هذه بالتحديد في شهر 11 طلعت من ركسس في شهر 10 مشيت خشيت لشهر 11. شهر 11 لقيت بلوى في ريدسون بلو. شنو مدايرين يا جماعة الخير؟ ريدسون بلو، ريدسون بلو هذه شبه شركة اسمها سوما. سوما هذه جايبها سيف، وكان واحد يسهر هو وياه اسمه أنا نسيته من الأتراك، ويجيب في واحدة من الجميلات مدايرة علاقة مع سيف. قلت له شو رايك ناخذ الهوتيل هدايا؟ تقول شنو يديرون ريدسون بلو هدايا؟ جابوا شركة سوما، جابوا العلامة متاع ريدسون بلو. ريدسون بلو ياخذوا قرض يا جماعة الخير، لأن مصرف الصحاري فوق 60% من أملاك صندوق الماء الاقتصادي والاجتماعي، وأن الصندوق هو سيف، هو عبد الرحمن كرفاخ يلعب في كل الأمور. يعطوا قرض للأتراك ب27 مليون من لحتى يفتلونا في الشارب متاعنا، وهذو الأتراك يا مقريف يلي بتعطيهم حقوقك راو ضحكين علينا في كل مشاريعهم، واخدين 27 مليون بدون ضمانات. والكلام هذا موثق موجود، واللي يبي يمشي يشوفه في مصرف الصحاري في إدارة القروض، يقولوا لهم اعطوني قرض شركة سوما وليس ريدسون. سوما واخدين 27 مليون. ميزانية الكيب صرفت منها 35 مليار، والمعدل الطبيعي اللي كانوا عايشين به يامات الطاغية أكبر مبلغ رصد 24 مليار. يعني الخنبة بالدبل يا حبيبي، فهمتوا؟ هي في شفافية باش تقولي في أحرف الكتمان الآن أحرف. المهم لما خشيت اكتشفت بلوى في ريدسون بلو، وتعرفت أنا والسيد هذا اللي موجود. وكانكم تتذكروا في واحد اسمه معز الخوجة اللي حطه السيد علي زيدان وزير أول، وما حطوش البديل متاعه وحرمات الشفافية، لأنه هو شنو ماسك هذا السيد معز دخيل؟ هذا ماسك شركة الاستثمارات الداخلية هذه، اللي وراء شركة اللي وراء التأمين، اللي يتبعها صندوق، اللي تتبع لصندوق الضمان الاجتماعي، يعني أموال الفقراء والمنكوبين. يمشوا يديروا عقد نتيجة الحكومة الفاسدة، وين يا ريت حتى في الإسلام اللي كانوا يسمعوا يشوفوا الفساد والوساخة متاع سيفهم ومتاع إدارتهم السابقة، وكيف ينهبوا في الشعب الليبي ويسرقوا فيها ويعطوا فيها للأتراك. ويجي توا السيد المقريف يقول لهم، وهذا اللي قتلتني، يقول لهم سوف نعطيكم حقوقكم يا مظلومين. السيد معز دخيل هذا مدير عام، أنا ما نقدرش نثبت إنه هو طبعا إنسان نظيف ولا غير نظيف، لكن شني لما اكتشفت الاختلاس ومشيت له هو باعتبار شني داروا للأسف الشديد. والمصيبة الأكبر من هيك تعرفوه وزير والتخطيط في الحكومة السابقة، بالله التواجري، تعرفوه؟ عندكم علم التواجري هذا؟ هو كان رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الداخلية، وهو اللي موقع عقد مع ريدسون بلو اللي هي مع سوما، وهو اللي كان يوجه فيه سيف.
المدير العام متاع الشركة هي اللي هو معز خيل حجبوه من النزاهة لأنه هو مدير عام، والتواجري هو اللي كان الرئيس شد وزير لمدة سنة، يعني عجب العجائب. فهمتوا كيف؟ هذا السيد التواجري عيسى الله يحفظ عليه الله يحفظك، هو اللي كان ماسك هذه الشركة، وهو اللي بارم عقد مع ريتسون. وشن العقد هذايا من وراه من فساد الآتي: طرد كافة الموظفين الليبيين اللي كانوا يتقاضون في فندق المهاري من معاشاتهم واستبدالهم بأتراك. قوة عاملة ليبية قعدوا بطالة فوق 300 شخص موجودين يشربوا في القهوة والشاي وياخذوا في مرتبات ضعيفة جدا، وملوحين فصل شني فصل الشركة ونحوه من وجابوا لنا الأتراك باش يعيشوا الأتراك فصل أرض ليبيا الحبيبة أمام البحر ويتمتعون بالهوتيل والدولارات ومعاشاتهم بالدولارات لعلمكم. واستقطاب بعض من حسب كلام الإدارة اللي هي موجود فيها معز، والله يراو الليبيين شوف يزينوا لك إن الليبيين مش متاع خدمة، الليبيين متاع قهوة وشاي وتقعميز وتتكي صح، ما تمشيش معاهم. تماو كانوا يسيروا فيه كيف تنحوهم، لأن عندكم بيزنس 27 مليون يا جماعة الخير يمشوا شنو يديروا له الهوتيل قرقشوه باهي نحوه منا بعض الديكورات وجابوا لنا ديكور بسيط والحديد هذا شنو اسمه ونسيت اللي في البلكونات وزواج حلو بودري، وجابوا لنا لوح لصقوه. والله لو تحكوا حكيت انا راهو مشيت للشركه، لان لما نفحص لازم نفحص عمل ميداني، وتقابلت حتى مع الناس اللي انهضمت حقها وقالوا لي احنا شاهدنا حتى الصيانه اللي قاموها من 27 مليون قرض. والله ناكد لكم مصرفوا حتى 2 مليون عليه صيانه هذا الهوتيل. والمصيبة الكبيرة شن داروهم، حتى هم داروهم وكأن بنوا الفندق من أساسه، أعطوهم الميزة 5 سنوات لأن صاحبة سيف ولأن الفساد اللي موجود في الهيئة العامة للاستثمار. تو الهيئة العامة للاستثمار لما أنا كنت موجود غادي وفضحني واحد من التوار فضحة، قال لي تصور، قلت له شنو يا اخوي؟ قال لي شوف مش احنا في ثوره. قلت له شنو فيه؟ قال لي اللي ماسك الهيئه ما هو يدير للاجانب نتاع الاتراك، ما يدير لهم في التاشيرات، عنده بنته بتتجوز طالب الصاله يبقى فري، او يوتوا لها فيها ويتكموا لها فيها بالمشقشقات وبكل شيء. المهم يرشوه ويدخل بنته في عائلته ان هي صاله في المهاري ويوقع لهم في الضرائب بالبلاش والجمارك بالبلاش وكل شيء بالبلاش، وليبيا حرة. والله أكبر الله أكبر. والله شر البلية ما يضحك، والله شيء مأساوي كبير. وهذا للعلم الخاص مكتوب في تقارير: ولا حياة لمن تنادي. كلنا نكتب ونستغرب في السيد محمد المكريف باعتباره رئيس لديوان المحاسبة لمدة 4 سنوات في عهد الطاغية، علاش ما يبيش يلفت روحه يكلم لي قضاء؟ علاش ما يبيش يتكلم عليه أهم أداة من أدوات الرقابة؟ شكلوا لجان يا جماعة، شكلوا اللجنة الخارجية باش يحطوا أقاربهم في السفارات في الخارج. والله عياط، والله يبكوا، والله شيء يبكي، والله شيء ما يضحك، والله العظيم شيء مأساوي غير عادي الحقيقة. يعني خشيت لي كورنتيا بعد ما تميت معه، انا خدت 3 فنادق يا اخوة. بعد ما ريت من هالبلاوي هذه مشيت طول انقذنا لكورنتيا، مشينا للشركة المالطية اللي فعلا باعوها كلاب اللي موجودين اللي ما عندهمش ذرة من الوطنية. كورنتيا هذا موضوع كبير، ضحكين علينا المالطية. هذا تو مشينا من الاتراك نشبد منا من الاتراك، تو مخشينا في المالطية. الفندق هذا يملكوه، يعتبر ملك للمالطيين. واو ولا كاو، هذا الحقيقة ان المالطيين ضحكوا علينا، والناس اللي هم ما عندهمش ذرة من الوطنية باعوا لهم هذا الفندق بشيء لا يوصف. سامحونا على التعطيل، وتفضل وخلي تو يوم تاني نكملوا في اجواء اذا كان ما لحقوش هنا في المكان هذايا. فهمتوا؟ لأنني خلاص قررت أنني نبي نتكلم تعلم أجل
فالاستثمارات هذه متاع كورنثيا شهدت فيه بصراحة فوق 100 شخص من القطريين في ذلك الوقت موجودين فيه، واكتشفت ان هم في المخابرات معاي انتوا. ولكن شو اللي بنقوله في الاخر للاسف الشديد، يقول لك وكلها تحترم الراية وليس ظلما، وكلها تستنكر الارهاب، وكلها مع الشعوب دائما منسجمة. قلت لكم ان الشعوب المسلمة رغم غناها معدوم، وأنها بصوتها مكموت، وأنها تستجد الأنصاب، وأن من يسرقها يملك مبنى المحكمة ويملك القضاء والحجاب. أستغفر الله العظيم على ما قلت، وإن شاء الله ربي يغفرنا. وللأسف الشديد طبعا خلاصة الموضوع أنني بعد هذه الضجيج كرموني ديوان المحاسبة بتكليفي بمتابعة الاستثمارات الخارجية، وهذه طبعا قصة كبيرة جدا، وخشيت في المليارات. بعد هذه الملايين دخلت إلى 65 مليار. فعندما ذهبت إلى فحص حسابات 65 مليار من المؤسسة الليبية للاستثمارات، صدمنا بأن في شهر 3 2012 وفي شهر 2 في شهر 12 كان الشخص اللي يدير في هذه المؤسسة هو نفس الشخص السابق، وهو السيد محمد الياس. وشركة المؤسسة الليبية للاستثمار هذه تم تأسيسها في 2007، وضم كافة الشركات الاستثمارية اللي هي الاستثمارات الخارجية ومحفظة ليبيا أفريقيا ومحفظة طويلة المدى وتمويل، داروها بقيمة 14 مليار كتكلفة تاريخية وليس حقيقية، لأن التكلفة المفروض تكون بالتكلفة السوقية لأن فيها عقارات وغيرها. وأن السيد مصطفى الزرتي اللي كان في النمسا وصديق الأول، طبعا هذه المؤسسة يديرها مصطفى الزرتي، وهو الجمعية العمومية متاعها مجلس الأمناء البغدادي والأمناء الآخرين. ومصطفى الزرتي يد من إيدين السيد زيف الإسلام. فلما خشينا أول شيء يلفتك الحقيقة لما تاخذ ميزانية شركة الاستثمار 85 مليار 65 مليار وتتفحص تلك الميزانية، وعندما تنظر للبحر تلقى منظر جميل، ولكن عندما تذهب إلى الجناح الآخر الذي يطل على شارع المعري تتأسف في الطقس الجميل والهواء النقي والشمس المشرقة الذي لا توجد في بريطانيا، ولكن تجد المليارات هربت إلى بريطانيا والHSBC وميلتون كينز والمصر، وتشبح شارع المعري من الأوساخ ومن العفن ومن الشوارع عارفينها اللي ساكن في طرابلس. وانا قلتها لأهلنا في أخوتنا في الشرق، هل تعتقدوا ان طرابلس في جنة؟ لا والله، طرابلس والله بها شوارع فيها نص بيوت، والله بها شوارع أقسم بالله من الحفر ما تقدر أنت تمشي لا بسيارة ولا رجليك. وفي قلب فصل البلاد، في سيد خليفة وفي شارع الزاوية وفي مزران يعني شيء مزري للغاية. ولما تفتح السجل متاع الميزانيات تلقى 65 مليار في بلد جميل زي البلد اللي عندنا، ما فيش إلا الذل والفقر، وتجد هذه المليارات. بدينا نفحص في بعض المستندات، وخديت أنا بعض، قسمنا بعض نحن 5 أنفار، فأنا خديت 8 مليار ما شاء الله، مش خديتهم في جيبي، خديتهم كأوراق ومستندات لفحص محفظة من المحافظ الاستثمارية اللي مسكها السيد خالد الزنتوتي، اللي هو الدنجر كان في الاستثمارات الطويل الأحمر، أكيد تعرفوه، اللي شكله شكل الألماني.
وشد وزير حتى متاع من الوزارة في الخارجية، وشد الاستثمارات نفسها بالكامل. فأنا اللي مشيت وقعدت شهر نفحص في ذلك الميزانية، وخديت بعض الملاحظات الدقيقة جدا. وعند دخولي لهذه المحفظة وفحص المستندات، واكتشفت خيوط معينة من اللي بتوصلني للملايين، لأن هي 8 مليار. يا جماعة شيء لو نقوله لكم شيء غريب جدا. لما خشيت لهذه الجهة، هذا هم الخونة. والله 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 الجهاد الأول يا جماعة الخير متاع البندقية إلا بسيط. والله والله الجهاد الأكبر جهاد الآن. هذا هم الأعداء، هذا هم الخونة، والله هم الخونة. والله والله العظيم إذا كان في جهاد هو هذا الجهاد. أنا والله لما كنت غادي وبالرغم مدولي مسدس كان واحد تاني ممكن يحبط، لكن خلاص بلغ بي السيل الزبا زي ما يقولوا، تمت. يعني وصلوا في بيتي ووصلوا في حوشي ووصلوا ضربوني وكسروني وعيبوني، يعني تكسرت رجلي. وراو معروفة هذه القضية نشرت لأني مش سليمان غوغا اللي كان يمجد وليبيا الغد. أنا إنسان بسيط، أنا عضو، الله غالب علي. من تبي يتكلم علي؟ ما يتكلم علي حد. يتكلم علي ممكن أخونا جمال الحاجي الله يبارك فيه ويحفظه، لأنه هو هذا الوحيد اللي كان ما عنديش به علاقة، لكن كان عندي زميل لي يعرفه. هدوا علي 5 أشخاص 7 أشخاص مسلحين فصل مكتبي يا جماعة، فصل مكتبي يا جماعة. مكتبي وين؟ في المحفظة اللي فيها 8 مليار. هدوا علي. تفضل. قلت لهم أنت فلان الفلاني؟ قلت لهم نعم أنا فلان الفلاني، ببدلتي بقرواتي فوق مكتبي، جاي الساعة 8:30. والسبب الرئيسي إن خالد الزنتوتي السيد محمد رياس لما بالله كان في ساعة، إذا كان معليش أنا أبطيت خلي نوقف على الموضوع، لأن نشوف في خونا يا منصور. والله يا منصور نسكر من ساعة فاتت، والله يزيد ساعة على خاطرك. شو رايك نكملوا الموضوع وضوع؟ جبت اسامي هلبة وجبت هلبة حاجات، فهمتوا؟ احنا لازم نعطوك ربع ساعة وبعدين نعطوك بعض الأسئلة باش الحديث يصبح مشوق أكتر، فهمت؟ والله منور، والله اليوم يعني الحقيقة بارك الله فيك حطيتنا في الصورة، وهذا واجبك، ولكن كنت رايع والله. حتى طريقة السرد متاعك عفوية جدا، وتتكلم الأحداث اللي صارت لك بدون أي تأخير، تحط لنا في كل شيء يعني ذكرتك. هذا القمودي يا سيدي التقيت معاه في بنغازي في قطر، والله اللي عميرينا نمبر 2، فهمتوا؟ ومشي لميدان التحرير غادي، وقعد يدن قال لي يا كمال بالله نبي نلقي خطبة بالله عليك تدير فيها معروف. قلت له شنو تبي؟ قال لي تصورها لي. قلت له به. وقعد يخطب ويقوم في دي فوق، فهمتني؟ نصور. بعد صورت له الفيلم كله، قلت له تفضل هذه للذكرى، فهمتوا؟ هذا اخونا هذا اللي قال لهم خذوا منا بالسلاح وبالقوة. ولما تشوفه هيك هذه جماعة الجبهة، هذه جماعة الجبهة، هذه اللجان الثورية متاع الجبهة، هذه جماعة المقريف. وعندهم جماعة في الزاوية راهو فيها طحالب، فهمتوا؟ متسلق بكل ما تعنيه كلمة يا ماسنجر، متسلق مزبوط، ومتصنع يتصنع، مش عليه عفويته، يضيف روحه مثقف هيك، فهمتوا؟ ويضيف روحه فاهم الجو، وهو مسكين والله دقة قديمة ما فاهم فيها حاجة. قال لك هو اللي بعتهم انطلقوا عليا. وهذا فندق رقصص. عندي نقطة غدوة نبغى نحكوا فيها، 100 واحد نتاع المخابرات القطرية اللي نوكلوا فيهم احنا ونشربوا فيهم في الهوتيلات، والله اللي اعطيناهم لهم ردوه ثالث ومثلث. احنا قعدنا في الهوتيلات غادية وجايبين تاع المخابرات. قال لك حتى والله يا منصور عندك معلومات كويسة وقيمة. فغدا ان شاء الله بمشيئة الله تجينا قس موعد الساعة 10 بتوقيت بريطانيا،
كان تبي تجي تقدم اللجوء في بريطانيا تعال والله نساعدك ونوقف معاك ان شاء الله. كان ضاغط بيك وتعرف هذول هبد بيطقوا فيك، كان تقدر توصل لبريطانيا تعال قدموا لك اللجوء ونساعدوك في كل شيء. ايوه فيا منصور كان تسمع فيه اعطيني رقم واحد. منصور كان تسمع فيه امشي معنا والله. نبي حاجة من منصور غدوة والله يا راجل تأخرت ساعة 2:03 ما ردش علينا منصور ما ياخدش ما يردش الا على المايك تاكس ما يردش. ترد علينا يا منصور رد علينا. خلاص غدوة الساعة 10 بتوقيت جرينتش، الساعة 10 بتوقيتنا احنا توقيت لندن. باهي موعد ان شاء الله. نبي نحط لك اعلان على الفيسبوك، نبي ندير اعلان فهمتوا. مش تخافش مش حنكتب لا اسمك ولا شيء. مع اخ لينا نبوا نحكوا على موضوع الفساد في ليبيا. نحطك زي ما انت هيك منصورة مع منصور. ايوه مع منصور مش مشكلة. اوكي منصور الساعة 10 ان شاء الله. تو نحطها على صفحة الفيسبوك عندي ونحطها على صفحتين ان شاء الله. غدوة ان شاء الله التسجيل رسمي، وغدوة ان شاء الله نديروا معاه الحوار ونخلوه الحوار بيننا وبينه نعطوه ويعطينا. باهي يتكلم هو ويسألوه اخواننا. هو منبوش احنا لما يسترسل هو يربط في القصة ببعضها كلها لكن يجيب في اسماء. فهمت زير ودي يمين انت شن تقصد انت شن تقصد يا وسبر؟ ترى شنو هو اللي دون ديزيرفت يا راجل؟ تي ديزيرفت ونص 5 تي تو نمشي نرقد والله راسي زي الدحية وضاير اليوم فهمتوا والله ما عاد نقدر نقعد حتى اللي ما شدش معي اليوم بنقى. فغدوة ان شاء الله نلتقي مع اخونا منصور. كان يعطيني موعد، كان يعطيني واحد بس يقول لي اوكي نبي ما درت اعلان ولا ما درتش لكن نبيك بس يكون يلتزم معي غدوة يجينا. اوكي منصور اوكي خذ المايك رد علي يقول لي اوكي ولا يس اور نو. غدوة الساعة 10 بتوقيتنا احنا ان شاء الله. 10 بتوقيت يعني بتوقيت ألمانيا الساعة 8. الساعة كم بتوقيت ليبيا معليش يا كمال؟ ليبيا والمانيا توقيت واحد. الساعة كم بالضبط بتوقيت الساعة 11؟ اوكي ما فيش مشكلة ان شاء الله. فالموضوع بإذن الله لأن فيها أسماء حتى لامعة وفي قصة كبيرة جدا في هذا الموضوع بالنسبة للاستثمارات. وإن شاء الله غدوة سامحونا أنا ممكن في اللي ممكن ضيقتك قعدت فترة طويلة يعني. وبارك الله فيكم على الاستماع وسامحونا على اللي طالع. الله يفتح عليكم أجمعين. وغدوة إن شاء الله نلتقي بإذن الله. منورين جميعا وبارك الله فيكم. شكرا اخي منصور شكرا بارك الله فيك انت بارك الله فيك اعطيتنا وقتك وشكرا. خلاص غدوة الساعة 10 اللي هو الساعة 11 بتوقيت ليبيا الساعة 10 بتوقيت نحن ان شاء الله بمشيئة الله. مرحبتين بيك يا شافعي والله ننشد عليك قسم بالله من رغم انت ديما جافينا عرفته وعارفك ما عندكش لينا نياط لكن انا تعز علي يا شافعي وما ننساش العشرة اللي بيني وبينك. كان زعلتك معليش بعت لك مع اخوك بعت لك مع نبيل طيب فهمتوا لكن انت شو بندير لك تسمع فيها. مرحبتين يا هد مرحبتين بيك. ايه هي مدة ما شفتهاش يوم ما تزومت عندنا جاي نصور فينا الشاف. والله يا رجل ديما ننشد عليك في نبيل وعارفك انت ما عندكش لي ازواج
لكن مرحبتين بيك عودة ميمونة ونسنا. دقيقة لزهير لزوارة ودقيقة لمحسن. دقيقة والله ما عاد نقدر نقعد اخوان، خلاص الساعة 11:30 وغدوة نايت بكري والله. وغدا ان شاء الله موعدكم نحط انا الاعلان على الفيسبوك، موعدكم الساعة 10 مع منصور، ونحكوا بتوسع اكتر، وودوا الاسئلة متاعكم اللي عنده حاجة يجيبها فاهم. وان شاء الله غدوة ينقلها اخونا ابن ليبيا على النت. ابن ليبيا كان تسمع فيه، غدوة حطها على الوحدة متاعك، الاذاعة متاعك ان شاء الله بمشيئة الله. وشكرا مرة تانية منصور، ومنور يا زعيم ولد بلاد صح انت فهمتوا، تبين عليك راسك كاسح، ويعجبوني يضم اللي راسهم كاسح فهمتوا. وما ان شاء الله تمشي المهم نقول كلمة الحق. ولد الدهرة يا راجل، انت كان ولد الدهرة هذا صح مظبوط عرفتوا. ايوه ولاد فرندا هيك فهمتوا. احنا نقولوا الدهرة نار ودخان، كوريا نار ودخان عرفتوا. كوريا المشجعين بتاعهم كلهم ما يجوش 1000 واحد، لكن كلهم مجرمين، كلهم يديروا حرب على مدير تريبون الاهلي عادي جدا. هم 50 يهدوا على تريبون نادي الاهلي، ونادي الاهلي يبدأ فيه 10,000 15,000 يا بي وعرين هلبة بتاعين ماس وبتاعين ما يخسروا ويديروا مشكلة. فاحنا نقولوا كوريا نار ودخان. كوريا هذا ليش يا منصور طلعت ولد الدهرة. ايوه مرحبتين بيك يا غالي ونسنا. الدهرة صعبة. هاي خود يا زوارة معاك المايك. باي كويس باي اعطيهولي يا دراجون بالله اعطيهولي. كنت تحطولي على صفحتي على صفحتي فوق، تحطولي على البرايفت ماني ننشر ان شاء الله نكتب عليه حاجة. باي يا غالي بارك الله فيك. قلت لي سجلته ولا؟ السلام عليكم. منور يا اخوي منصور، والله بارك الله فيك في الكلام الطيب هذا. باهي غير بكري انت قلت ضربوك وبديت عايب قدام صغارك، ما تدورش يا اخوي كل شيء بجرة، وهذا ان شاء الله باذن الله عندك فيه اجر كبير، واللي طلع في الحق ولا ربي معاه. فحتى شرف حتى لصغارك هذا اللي تطلع فيه انت، هذا كله شرف ليك. فان شاء الله في ميزان حسناتك، وان شاء الله هذه الكلاب هذه وحشة تريس اللي تسمع فيها كلهم ان شاء الله ربي يحطهم في جهنم وبئس المصير. معك محلى مايك وما تضايقش روحك، ومنور الله يا غالي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوته. اوكي، كيف حالكم يا شباب؟ شو اخباركم؟ كيف حالك يا الشافعي؟ روحت على طول، هربت من ليبيا يا شافعي يومين وقلبت. باهي يا خالد. يقول يا منصور متظاهرة معناها كده تعرف الدكتور رمضان سلامة. الدكتور رمضان سلامة راه من اعز اصدقائي، هذا راه ضلعة كبيرة في نادي الظاهرة والله يا تغيير. حبيبي دكتور رمضان سلامة من يعني اكبر مشجع تقريبا في نادي الظهرة. عموما يا منصور هو ما شاء الله تبارك الله عليك، يعني سارد الوقائع وحافظ حتى بالمبلغ وبالقيمة وبالإجمالي وبالتفصيل الممل. بس والله تمنيتك يا منصور قبل ما تختم كلامك تعطينا حتى بصيص أمل حد فيه الرجاء. يعني صار لنا إحباط غير طبيعي، قلنا السلام ليبيا تقارب بعد، نبو حتى حاجة بسيطة هيك يعني واحد فيه الرجاء. واحد نقوله كويس أو نعلقوا عليه الشماعة ونقولوا والله اللي بيقدم بليبيا. حركت الفيلم بكل يا منصور، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني دمرنا نفسيا صراحة. حتى واحد فيه الرجاء. لا ترب الحز بس حزاز، لكن حتى هو صامت يا ما صامت. ترب العبارة هل بيغطي شوية بس. والله يا منصور احباط غير طبيعي. لا عبد الجليل حتى كان عيب لهم مية يرمي عليهم.
والله يا منصور احباط غير طبيعي. يعني اقل حاجة واحد في الرجاء هيك نقولوا هو واحد على البنا. الله ان شاء الله ربي يخليك لعيالك ويبارك فيك يا ابويا، بس كيف ما قال لك تغيير يعني حرص. يلا المايك فري. السلام عليكم ورحمة الله. والله يا اخوي منصور منورين كلكم. والله يا اخوي منصور بالك على روحك، راه والله ما ينفعوك هنا يا راه في البلتوك. تربقوا لك راسك، يفجروا لك حوشك، هذوما وراهم عصابات. نعطيك نصيحة والله، هذوما تو يدقوا لك في البنادير دج دق دج دق، تلقى حوشك راكبة فيه النار، تلقى حوشك والعة فيه النار، وتلقاهم ضاربين فلان وجايبين لك فلان. ورد بالك يا رايس، ما تخليهمش يجروا بيك. اخدم رزين. إيه عادي والله، اخدم رزين، شندم بولادك وصغارك وعائلتك هد خلي الراجل على حاله، مفكنا منك، خكنا منك، خلي الراجل على حاله، هو يعرف كيف يأمن عائلته. فكك منها منصور، ما تسمعلاش هذا راه يفشل فينا. هد فكك، عرفتوا الراجل متحمل المسؤولية، وخليه وان شاء الله ربي يحفظه. والله عارف انه هو اكبر من هذا الكلام، فهمتوا؟ خلي الناس على حالها يا راجل. اللي يدير فيه اخونا منصور عمل في غاية الاهمية، ومش اي ليبي يديره. تبي تعرف وطنية الناس، تعرفهم في المحك، تعرفهم في هذه المواقف. انت اخت راسي وقص وفكني وكذا وش ندخلني، هذا اللي ما نبوش. لما تشوف واحد زي منصور تفرح به، فهمتوا؟ عارفة ان هذا مكلف، وعارفة متعب، وعارفة كذا، لكن هو ضميره يرتاح. فان شاء الله ربي يوفقه. وغدا عندنا لقاء به ان شاء الله الساعة 10، وحنحط لكم الاعلان على صفحتي فوق وعلى الصفحة الثانية. اوكي حلوينو، غدوة الساعة 10 بتوقيت جرينتش، توقيت لندن. تعالوا لي. شكرا مرة ثانية لاخونا منصور، مرة ثانية نشفنا له ريقة، ونشوفوه غدوة ويكون جهزنا هيك، فهمتني، الملفات متاعه. والله نوي يا برايفت، والله بنمشي نركض طول. السلام عليكم.